بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن السيرشنج وشوفنا كذا طريقة للسيرشنج، وكانوا كلهم في حالة الانسورتد ليست. يعني كانت عندي ليست راندوم، الارقام فيها متوزعة بشكل عشوائي، معرفش مين فيهم اكبر من مين. وشوفنا فيها طرق كتير. شوفنا السيكوينشال سيرش، وده كان اوردر اوف ان. وشوفنا الفاستر سيكوينشال سيرش، كان زي السيكوينشال بس كان بيقلل عدد المقارنات. بدل ما كانوا 3 في السيكوينشال، او عدد الاوبريشنز بدل ما كانوا 3 كانوا 2 في كل لفة. وبعد كده شفنا السيلف اورجانيزد سيرش. شفنا في الموف تو فرونت، ده كان بيعيد تنظيم الاري تاني. جيفن ان انا في عندي هنا معطى جديد ان هو كان ال 20 80، ان انا كان بيبقى عندي 20% من الاليمنتس، حبة صغيرين من الاليمنتس كانوا بيتعمل عليهم سيرش معظم الوقت. فدولت كنا شفنا عليهم طريقتين. شفنا الموف تو فرونت، وقلنا ان الموف تو فرونت كان بيطلع الاليمنت اللي بيتعمل له سيرش في الاول خالص، بس ده كان لازم باستخدام اللينكد ليست، لان الاري كان هتعمل مجهود كبير عشان كل شويه تزحزح كل الاليمنتس. وشفنا ترانسبوز، وترانسبوز حل المشكله كانت موجوده في الموف تو فرونت. ان الموف تو فرونت كان كمان بيقول ان مجرد ما الاليمنت اتعمل عليه سيرش يطلع في الاول خالص، رغم ان هو ممكن يكون من ضمن الناس اللي ما بتعملش عليها سيرش كتير. طب انت ايه اللي خلاك تطلعها في الاول خالص؟ فترانسبوز قال لك لا، انا مش هطلعه في الاول خالص، انا هحركه خطوه واحده بس لفوق، وهو فعلا لو بيتعمل عليه سيرش كتير هيطلع لوحده فوق اوتوماتيك. ايه اللي خلانا نروح للسيلف اورجانيزد؟ ان احنا في عندنا معطى جديد، في جيفن جديد ان ال 80 20. طيب لو اديتك جيفن بقى كمان ان الليست بتاعتك سورتد، ان الاري بتاعتك الاليمنتس اللي فيها سورتد، هل ده يفرق معاك؟ المفروض ان هو يفرق. هنشوف كذا الجوريزم برضو بيعملوا سيرشنج على سورتد ليست. الحلقات اللي جايه كلها هتكون بتتكلم على السورتد ليست، ان انا عندي ليست الاليمنتس اللي فيها سورتد مترتبين، مفيش كل اليمنت وراه الاليمنت الاكبر منه. ايه الالجوريزمز اللي ممكن تبقى موجوده ساعتها، وهل فعلا في الاخر هتبقى احسن من اوردر ان ولا لا؟ احنا كل الحاجات اللي كانت في الانسورتد ليست كانت اوردر اوف ان، حتى السيلف اورجانيزد كان برضو اوردر ان، لان انت لو بتسيرش على حاجه مش موجوده في الاري هتمشي اوردر، هتلف على الاري كلها، او لو بتسيرش على حاجه في اخر الاري هتمشي برضو على الاري كلها. فكلهم كانوا اوردر اوف ان. هل يا ترى السورتد ليست هتبقى اسرع شويه من الاوردر ان ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الحلقه ديت والحلقات الجايه. اول طريقه النهارده هنشوفها في السيرتد ليست هي السيكوينشال. برضو هنشوف ازاي ممكن اوبتمايز او نحسن في السيكوينشال سيرش لو عرفنا جيفن جديد ان الاري سورتد. فانا لو عايز اسيرش سورتد ليست زي الليست ديت، هنلاقي ان الليست ديت سورتد ان كل element ال20 يبقى كل الاليمنتس اللي جايه اكبر من ال20، 20 وراها 23 30 50 62 وهكذا، ان هي مترتبه كل element الصغير فوق والكبير تحت، فكل element اللي بعد منه كلهم اكبر منه. طيب اول طريقه هنشوفها هي السيكوينشال سيرش اللي احنا شفناها قبل كده عادي جدا. بس نشوف هل ممكن نحسنها لو عرفنا جيفن ان الاري بتاعتي سورتد. هل يفرق حاجه عن اللي فات؟ السيكوينشال سيرش اللي خدناه قبل كده كان بيعمل ايه؟ كان بيلف على element ويشوف انا مثلا لو بدور على مثلا وليكن ال60 هياخد هنا اهوت، او بدور على 62 هيخش هل دي 62 لا 62 لا 62 لا 62 لا 62 هيلاقي 62 ويرجع لي فاوند ويطلع. طيب لو بدور على مثلا 20 هيخش في الاول هل انا 20 هيطلع طول ويخلص. لو بدور مثلا على ال700 هيفضل ماشي 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 لحد ما يوصل في الاخر لل700 ويلاقيها يقول لي طيب لو بدور مثلا على 40 هيعمل ايه؟ السيكونس سيرش القديم لو انا بدور على 40 هل دي 40 لا 40 لا 40 لا 40 لا 40 لا، ويفضل يكمل لحد ما يوصل للاخر خالص ويقول لي ال40 مش موجوده. بس جيفن ان انا عارف ان الليست دي سورتد، فلو جيت هنا ما لقيتش ال40 ما لقيتش ال40 ما لقيتش ال40 لقيت دي 50 برضو مش 40، هل محتاج ان انا اكمل؟ المفروض ان انا مش محتاج. ليه؟ لان مجرد ما الاقي ال50 يبقى كده ال40 مش بعد ال50، لان الليست دي سورتد. بما ان الليست دي سورتد
يبقى انا لو دلوقتي شفت ال50 يبقى كل اللي جاي اكبر من ال50، يبقى طبيعي ان ال40 مش موجود في اللي جاي، فمش محتاج ان انا افضل مكمل لحد ما اوصل للاخر. فانا لما جه عندي جيفن جديد ان الاري بتاعتي sorted، اقدر احسن شويه في السيكونشال سيرش في حاله ان انا لما الكي ما يكونش موجود، لما يبقى نوت فاوند، ان انا مش محتاج اكمل لف على الاري كلها لحد الاخر، لا انا بفضل ماشي عادي خلاص السيكونشال سيرش، بس بزود تشيك كمان معايا ان هل الاليمنت اللي انا بدور عليه اصغر من الاليمنت الحالي في الاري ولا لا. لو اصغر يبقى اكمل، لو الاليمنت اللي انا بدور لو لو الاليمنت اللي انا بدور عليه اكبر اكمل، لكن لو الاليمنت اللي انا بدور عليه اصغر يبقى اكيد مش جاي تحت، يبقى ايه تطلع وما تكملش. فده هيحسن السيكونشال سيرش شويه في حاله النوت فاوند، ان انا الاليمنت بتاعي مش هلاقيه، مش محتاج ان انا امشي على الاري كلها. طبعا في حاله مثلا تخيل ان انت عندك اري طولها مليون مثلا، يعني مثلا الاري الليست ديت مثلا كان طولها مليون، وكنت بتدور مثلا على 32، فانت لو كانت هي طولها مليون وبتدور على 32 بالطريقه العاديه السيكونشال سيرش العادي، كان هيمشي يمشي على المليون كلهم، وفي الاخر يقول لك ال 32 مش موجوده. لكن بعد ما نحسن شويه السيكونشال سيرش دلوقتي، هيجي هنا 20 لا، 23 لا، 30 لا، 50 لا، بس اكيد ال 32 مش بعد ال 50، لان اللي جاي كله اكبر من ال 50، فيقدر دلوقتي على طول يريتيرن ويقول لك ان هو نوت فاوند من غير ما يكمل لحد المليون. فده تحسين شويه في السيكونشال سيرش العادي لما عرفنا ان الاري بتاعتي سورتد. طيب الاوردر بتاع المساله ديت كام؟ ستيل برضو اوردر اوف ان. ليه اوردر اوف ان؟ لان انا لو بدور على اخر اليمنت في الاري محتاج الف على الاري كلها، ولو بدور على رقم اكبر من اكبر رقم، يعني بدور مثلا على 900 او بدور على 1000، هحتاج برضو الف على الاري كلها. واحنا قلنا لما بنحسب على الاوردر بنحسب على الورست كيس، فستيل برضو السيكونشال سيرش اوردر اوف ان حتى في حاله السورتد. هو اسرع شويه من السيكونشال سيرش الغبي اللي خدناه قبل كده، اللي هو بيمشي يقارن وخلاص. ده بقى ذكي شويه ان هو بيشوف لما يلاقي الرقم اللي انا وصلت له كبير اكبر من الكي اللي بدور عليه يطلع، لكن برضو ستيل هو اوردر اوف ان. عشان كده هناخد نجرب بقى الجوريزم تاني في حاله السورتد ليست برضو، اسمه باينري سيرش. فتعالوا نشوف الباينري سيرش بيشتغل ازاي. لو انا مثلا عايز اسيرش على 612، كي بتاعي 612، بيعمل ايه الباينري سيرش؟ بيمسك الاري ويقسمها نصين. فمثلا انا عندي الاري بتاعتي دي كده اهوت، ياخدها يقسمها نصين، ويجي يقف على الاليمنت اللي في النص اللي هو ال102، ويشوف هل ال102 بتساوي 612؟ لا ما بتساويش 612. طيب 612 اكبر من 102 ولا اصغر؟ 612 اكبر، يبقى معنى كده ان الرقم بتاعي اكيد في النص اللي تحت من الاري، اكيد هو مش في النص اللي ايه اللي فوق. يبقى انا دلوقتي ممكن اوفر، بدل ما كنت هقعد اسيرش في كل الجزء اللي فوق ده كله، لا انا ممكن ابدا اسيرش فين؟ في النص اللي تحت بس. يعني تخيل لو انت عندك ليست مثلا طولها مليون وبتدور فيها على اليمنت، والاليمنت ده كان في الاخر تحت، فانت ممكن هتوفر نص مليون، هتوفر كل اللي كان فوق ايه، كل اللي كان فوق ده، بدل كنت هتقعد تمشي، لا هتفكك من اللي فوق ده كله وتخش على طول على النص اللي ايه، على النص اللي تحت. طب انا دلوقتي اتاكدت ان الاليمنت بتاعي في النص اللي تحت، ابدا امسك النص اللي تحت ده برضو واجيب الاليمنت اللي في النص واشوفه هل هو في الاليمنت بتاعي موجود ولا هنا ولا لا، هل هو بيساوي 610 ولا لا. لو مش بيساوي 610 خلاص، يبقى برضو شوف هو هيبقى تحت ولا فوق. 612 اكبر من 610 يبقى هيبقى تحت، يبقى اكيد هو هيبقى موجود ايه تحت، وافضل امشي وهكذا لحد ما اوصل ل 612. يبقى فكره الباينري سيرش هو اسمه ليه باينري؟ باينري يعني ايه؟ باينري يعني ثنائي، يعني بيقسم الاري نصين، نص فوق ونص تحت، ويشوف يبص الاول على الاليمنت اللي في النص، لو لقى ان الاليمنت اللي في النص ده هو الفاليو اللي انا بدور عليها خلاص يبقى لقيته فاوند. طب لو مش هو، ساعتها
هيبقى الاليمنت اللي انا بدور عليه يا في النص الاولاني يا في النص التاني، يا في النص الاولاني يا في النص التاني. طيب اعرف ازاي؟ بما ان الليست بتاعتي سورتد، انا عرفت ان هي سورتد. بما ان هي سورتد يبقى اكيد 612 ديت اكبر من 102، يبقى اكيد هي في النص التاني مش في النص الاولاني. يبقى انا رميت نص الاري كله، ما بصيتش عليه، ودخلت على طول على ايه؟ على النص التاني، وهكذا. امسك ديت ان النص التاني من الاري اعمل عليه برضو باينري، اعيد عليه قاره الباينري، فبرضو هرمي نصه وافضل امسك نص تاني، وافضل هكذا هكذا لحد ما اوصل للاليمنت بتاعي. طيب تعالوا نشوف اكزامبل اكتر ونمشي معاه كده للاخر ونشوف هيحصل ايه. انا لو مثلا كنت بدور على 612، هيبقى عندي اتنين ريفرنس، واحد بيشاور على اول الاري والتاني بيشاور على اخر الاري. خلينا نسميهم A و B. الاليمنت بتاعي في حته في النص ما بين ال A وال B، صح ولا لا؟ جميل. هاجي همسك هجيب الاليمنت اللي في النص. الاليمنت اللي في النص في حالتي هيكون مين؟ هيكون الخمسة. فهعمل ريفرنس تاني في النص هنا مثلا اسمه I. الاي ده في النص ما بين الايه والبي، واشوف هل الكي اللي انا بدور عليه بيساوي الاكس اوف اي، يعني الاري بتاعتي مثلا اسمها اكس، هل بيساويها؟ لا، 102 لا تساوي 612. طيب هل اكبر ولا اصغر؟ 612 اكبر، يبقى اكيد انا فين؟ اكيد انا تحت. يبقى انا عايز اعيد الباينري سيرش على الجزء اللي ايه؟ اللي تحت ده. عايز اعيد من اول الانتري اللي بعد ال 102، لان اكيد هو مش في ال 102، يبقى اكيد هو فين؟ يا اما اللي بعد ال 102 ونازل لحد الايه؟ لحد الاخر. يبقى انا عايز اعيد الكلام ده، بس بدل ما كنت شغال الاي والبي من الاول للاخر خالص، هشتغل الاي والبي من الاليمنت اللي بعد الاي، لان اكيد هي مش الاي خلاص، يعني الاليمنت هو مش الاي، يبقى الاليمنت اللي بعد الاي ونازل لحد ايه؟ لحد تحت. وتصبح ان الاي واقفه في المكان 6 والبي واقفه في المكان 9. جميل. طيب هنكمل بنفس الطريقه، هنقوم مخليني الاي واقف في النص. نص طبعا يعني ممكن يبقى السبعة او التمانية، هنقرب مثلا تبقى هي التمانية. الاي تقف هنا ونقارن، هل اكس اوف اي بتساوي الكي 612؟ بتساوي 612، ايوه فعلا بتساويها. يبقى كده هريتيرن ترو ان انا لقيت الرقم بتاعي ان هو فاوند. طيب واضح ان انا هنا عملت كام مقارنة؟ مجرد عملت لفتين اتنين بس. اللفة الاولانية لما وقفت هنا في النص بالاي، واللفة التانية الاي وقفتها هنا اهوت. فبعد مرتين اتنين بس، بعد لفتين اتنين، قدرت اقول ان الاليمنت بتاعي موجود. طبعا لو كنت اشتغلت بالسيكوينشال سيرش العادي، كنت هلف بقى ايه؟ همشي على كل الاليمنتس اللي فوق لحد ما اوصل للمكان رقم 8. جميل. طيب تعالوا نفترض ان انا مثلا كنت عايز ادور على رقم مش موجود. يعني مثلا كنت عايز ادور على 622 مثلا. لو كنت عايز ادور على 622، جيت وقفت بالاي هنا اهوت، هل اكس اوف اي بتساوي الكي بتاعي؟ لا مش بتساوي. طيب هل الكي اكبر ولا اصغر؟ انا بدور على 622 اكبر من 612، يبقى معنى كده ان المفروض من المره الجايه ابدا ابص ايه؟ على تحت، من الجزء اللي تحت. يعني المفروض انزل الايه، اخليها تقف فين؟ بعد الاي بمكان، يعني الايه تبقى واقفه هنا اهو في نفس الحته اللي بي واقفه فيها، لان اكيد هي مش الاي، واكيد هي بعد منها، يبقى ايه؟ الاي بتساوي الاي ناقص واحد، فالايه كنت هنزلها تقف في الاي بلس واحد، تقف هنا اهوت. وهاجي امسح الاي قديمه خلاص هي نزلت تحت، وامسح الاي ديت. طيب الاي والبي واقفين تحت، كويس. هاجي احسب الاي، هيقوم الاي طالع نفس المكان، الاي في النص ما بينهم هما الاتنين، اللي هو هيبقى نفس الايه؟ نفس المكان اي. هقارن هل 622 بتساوي الاكس اوف اي؟ لا مش بتساوي ال 700. طب هل هي اصغر ولا اكبر؟ قبل ما اعمل الحركه دي هشوف، والله لو لقيت ان ال A وال B بيساووا بعض، وصلوا لبعض خلاص،
او ان الاي بعد البي، يعني هي المفروض دايما ان الاي تبقى قبل البي، او لو ان الاي بقت تحت البي، او هما الاثنين بيساووا بعض، يبقى معنى كده خلاص، يبقى انا كده ايه لفيت كل اللفات الممكنه وكده دلوقتي انا في اصغر حته، فبالتالي معناها ان هي نوت فاوند. يبقى اول ما اوصل ان الاي بتساوي البي، يبقى معنى كده ان هي ايه، ان هي نوت فاوند. اقدر دلوقتي ريتيرن اقول نوت فاوند. طيب تعالوا نكتب الفلوت شارت بتاع الالجوريزم دوت ونشوفه. انا عندي في الاول خالص، اول ما ببدا الاي واقف في الاول هنا والبي تحت. تعالوا يعني نمسح بقى اللي تحت ده. اول ما ببدا بتكون ال A فوق خالص وال B تحت خالص. يعني initially ال A بتساوي 0 وال B بتساوي اللينس ناقص 1 أو n ناقص 1، لو قلنا إن الأري سايز بتاعها n ناقص 1. ده في البداية. ماشي، بعد كده بعمل ايه؟ بجيب الاي بتبقى فين؟ القيمة اللي في النص. طيب ازاي نجيب القيمة اللي في النص ديت؟ هي عبارة عن b ناقص a على 2. يعني مثلا انت لو عندك البي ب9 والاي ب0، يبقى 9 ناقص 0 بكام؟ ب9 على 2 يديك 4.5. لما تقربها يديلك كام؟ 5. طيب لو كانت الاي مثلا ب3 والبي ب8، يبقى الاي في النص يبقى كام؟ اجمعهم، اطرح 8 ناقص 3 يديك كام؟ 8 ناقص 3 يديك 5 على 2 يديلك 2.5 اللي هي كأنها 3. فانت هتمشي 3 خطوات من عند ال3، يبقى كام؟ يبقى 6. في النص ما بين 3 و8 كام؟ 6. يعني نقدر نقول ان الاي بتساوي البي ناقص الاي على 2، واجمع عليها كمان، سوري، اجمع عليها الاي. احنا بنعمل ايه لما كنا 9 و0؟ فالاي بتساوي كام؟ 9 ناقص 0 بيديك 9 على 2 يبقى 4.5، قربها يديك 5. يبقى انت عايز تتحرك 5 خطوات من عند الاي، فعشان كده جمعنا الاي. فالاي هتساوي بي ناقص ايه زائد ايه. كمان شويه لما هننزل مثلا تحت، لما حطينا ان مثلا لو كانت الاي هنا، دي الاي ودي البي، فالاي هتبقى بكام؟ 9 ناقص 6 بكام؟ ب3 على 2 يديك 1.5 اللي هو 2. يبقى انت عايز تتحرك خطوتين من عند الاي، عشان كده بنجمع a زائد 2 يديك كام؟ 8. عشان كده بنجمع الاي. طيب يبقى كده انا جبت الاي b ناقص a على 2 زائد a، b ناقص a على 2 عشان اجيب في النص وبجمع عليها a. عمليه القسمه دي جابت لي عدد الخطوات اللي انا همشيها من عند الاي، واجمع عليها ايه، فتقوم ايه مديني المكان اللي هروح فيه. طيب بعد ما بجيب الاي بشوف والله لو الفاليو بتاعت اكس اوف اي بتساوي الكي اللي انا بدور عليه، يبقى كده ايه انا لقيته. يبقى هنا بنعمل تشيك، هل اكس اوف اي بتساوي الكي بتاعي ولا لا. لو بتساوي الكي يبقى معنى كده ان انا ايه فاوند. خلينا نكبرها شويه عشان نعرف نكتب. هل اكس اوف اي بتساوي كي؟ لو بتساوي الكي يبقى انا كده ايه فاوند. هطبع فاوند واطلع خلاص من البرنامج. طيب لو مش بتساوي الكي، يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما همشي في النص اللي تحت، يا اما همشي في النص اللي ايه اللي فوق. هختار هاخد ديسيشن بناء على ايه؟ بناء على الفاليو اللي الكي اللي انا هدور عليه. لو انا كنت بدور على 600 مثلا، ف 600 اكبر من 102 يبقى المفروض امشي ايه؟ امشي لتحت. فلو كان يبقى هنقارن الكي بالاكس اوف اي. لو كانت اكس اوف اي اصغر من الكي، كي اكبر يعني،
لو كان الكي اكبر يبقى هعمل ايه؟ همشي لتحت زي ما شفت في الاكزامبل. طب لما امشي تحت هعمل ايه؟ يعني البي تفضل زي ما هي والاي تتحرك خطوه تحت الاي، فالاي تبقى ايه؟ تبقى هنا كده. يبقى البي هتفضل زي ما هي، الحاجه الوحيده هتتغير هي مين؟ هي الاي. يبقى هقول ان الاي بتساوي اي بلس 1. طيب لو نو بقى، لو كان الكي اللي انا بدور عليه اصغر من الاكس اوف اي، يعني مثلا كنت بدور مثلا على مثلا 40، ال 40 اصغر من 102، يبقى المفروض اعمل ايه؟ المفروض اطلع فوق. يبقى الاي تفضل زي ما هي والبي كانت تطلع فين؟ والبي تبقى هنا اهو، بحيث ان تبقى دي هي الاري بتاعتي بس اللي انا هدور فيها. لو انا كنت بدور على 40، ال 40 اصغر من ال 102، يبقى اكيد هي في الجزء اللي قبل مني، عشان كده حطيت البي بالانتري اللي قبل مني، والاي تفضل زي ما هي. يبقى انا حركت البي من تحت، طلعتها لاي ناقص 1، طلعتها خطوه فوق. يبقى اللي هنا البي هتساوي اي ناقص 1. جميل، كويس. وبعد ما احسب الاي او البي الجداد، هرجع تاني اكمل اللوب سواء هنا او هنا. ارجع بعد كده اطلع اعيد نفس العملية تاني، واعيد باينري سيرش تاني، احسب القيمة الجديدة للاي. تاني احنا عملنا ايه؟ اول حاجة الاي واقف في الاول والبي واقف تحت خالص في الاخر. بنحسب قيمة الاي. انا عايز اجيب من الاي القيمة اللي في النص. طب هجيب ازاي القيمة اللي في النص؟ لما اطرح البي ناقص الاي، البي دي مجرد اندكس، البي والاي والبي مجرد اندكس للمكان اللي انا دلوقتي واقف فيه. فانا دلوقتي لو واقف على المكان 9 بالبي والاي واقف على المكان 0، انا عايز اجيب الاي ب5. هجيب ازاي 5؟ هطرح بي ناقص ايه على الاتنين، 9 ناقص 0 على الاتنين يديك 4.5. 4.5 لما تقربها هيديلك 5. يبقى انا عايز اتحرك 5 خطوات من عند مين؟ من عند الاي. فباخد ال5 اجمع عليها ايه. ماشي. لو انا كمان شويه هقف ما بين، واقف على ال6 وال9 بالاي والبي، لما احب اجيب القيمه اللي في النص اللي هي 8، هعمل ايه؟ بطرح البي ناقص الاي يديك اللي هي المسافه دي، 9 ناقص 6 يديك 3، يبقى المسافه دي 3. 3 نصها كام؟ 1.5، اللي هو هنقربه يديك 2. يبقى انا عايز اتحرك خطوتين من عند الاي، عشان كده يبقى هاخد عمليه القسمه واجمع عليها الاي، وهكذا. طيب بعد ما جبت الاي اللي في النص، بعمل ايه؟ بقارن الفاليو اللي في الاكس اوف اي مع الكي بتاعي. والله لو بتساويه يبقى انا كده ايه؟ لقيته. طب لو مش بتساوي، ابدا اشوف بقى، يبقى انا الكي بتاعي يا تحت يا فوق. لو الكي بتاعي اكبر من الفاليو اللي موجوده في الاكس اوف اي، مثلا في حالتنا 600 اكبر من 102، يبقى ايه؟ يبقى اكيد 600 تحت. يبقى انا ساعتها عايز احرك الاي، بدل ما كان واقف فوق انزله يقف تحت. طب يقف فين الاي؟ يقف فين؟ يقف من بعد الاي. ليه؟ لان هو اكيد مش في الاي، واكيد في حاجه تحت منه، يبقى الاي بتاعتي بتساوي اي بلس 1. طب لو كان ان الكيس اصغر من اكس اوف اي، مثلا كنت بدور على 40، يبقى ال 40 اصغر من 102، يبقى اكيد الكي بتاعي فين؟ فوق. يبقى الاري بتاعتي المره الجايه عايزه تبقى فين؟ عايزه تبقى من اول الاي اللي واقفه دلوقتي لحد قبل مني بمكان. فخليت البي بتساوي اي ناقص 1، وافضل اجي اكمل اعيد اللفه تاني. طيب لو مثلا في حاله ال 600 اللي كنا بندور عليها، تعالى ناخد كده نجرب الالجوريزم ده في حاله مثلا بدور على 612 مثلا. هاجي على 612، انا اول حاجه الاي بتاعتي كان هي ب 102. يعني خلينا نمسح الحاجات الاول الكتيره ديت علشان نعرف الدنيا نضيفه. طيب انا دلوقتي الاي كانت هنا اهوت، ماشي، بدور على 612. لقيتها مش بتساوي، دخلت هنا جبت الاي من الحسبه دي، بعد كده اكس اوف اي بتساوي كي. لا، هو اشوف هل اكس اوف اي اصغر من الكي؟ لا، الاكس اوف اي اصغر من الكي. 102 اصغر من الكي ب 610. الكي بتاعتي 612. خلينا نجرب على 612. يبقى الاكس اوف اي اصغر. هعمل ايه؟ هخش الاكس اوف اي اصغر، هيخش هنا اهوت. الاي بتساوي الاي بلس 1، هحرك الاي تيجي
هنا اهوت، والاي اللي فوق دي تتشال، بقيت الاي واقفه هنا اهوت. وبعدين هكمل بقيه اللوب، هحسب الاي، الفاليو الجديده بتاعت الاي بتساوي مين؟ بي ناقص ايه على 2. بي بكام؟ 9 ناقص 6 يديك 3 على 2 1.5 تقربها يديك 2، يبقى 2 زائد 6 يديك 8، يبقى الاي بتساوي 8. نشيل الاي اللي فوق. هل اكس اوف اي بتساوي كي؟ هل 612 بتساوي اكس اوف اي؟ يبقى كده فهمت، خلاص خلصت البرنامج. طب لو انا كنت بدور على 610، تعالى نفترض ان احنا كنا بندور على 610، هيشوف هل اكس اوف اي بتساوي كي؟ لا، هيقوم داخل هل اكس اوف اي اصغر من الكي؟ الكي ب 610 والاكس اوف اي ب 612، يبقى هل اكس اوف اي اصغر من الكي؟ لا، يبقى هيخش في النو هنا اهوت، يقوم عامل ايه؟ بي بتساوي اي ناقص 1، يبقى البي هيقوم جاي واقف هنا على المكان اللي قبل الاي، ونشيل البي اللي تحت. ويرجع يلف تاني. الاي بتساوي، يقوم حاطط الايكويشن اي بتساوي بي ناقص ايه على 2. بي بكام؟ ب7 ناقص ايه يديك 1 على 2 بنص، تقرب النص يديك 1. 1 يبقى انا عايز اتحرك خطوه واحده من عند الايه، 1 زائد 6 يديك 7، يبقى الاي واقفه على 7. ونشيل الاي اللي تحت. جميل. ويقوم داخل مجرب هل اكس اوف اي بتساوي الكي؟ الاكس اوف اي بتساوي الكي، خلاص يبقى فهمت. طيب نفترض ان انا كنت بدور على رقم مش موجود بقى، مثلا بدور على 600 مثلا، 600. خلينا نفترض ان انا بدور على 600. هيقوم يجي هل اكس اوف اي بتساوي كي؟ لا، يقوم داخل تحت في انه هل اكس اوف اي اصغر من الكي؟ 610 اصغر من 600؟ لا، هيقوم داخل في النو. يقوم يعمل ايه؟ يخلي البي بتساوي اي ناقص 1، يبقى البي تطلع فين؟ تطلع خطوه فوق. هيقوم مخلي البي هي كمان تقف هنا اهو، ويشيل البي اللي تحت. طيب وبعدين ويكمل يطلع اي بتساوي بي ناقص ايه على 2. طيب فالاي دلوقتي هتساوي بي ناقص ايه، 6 ناقص 6 يديك 0 على 2 ب0، تجمع عليها الايه اللي هي ب6 يديلك 6 برضو. فالاي في الحالة دهيت هتقف برضو على 6، التلاتة هيقفوا على ال6. يقوم يكمل هل اكس اوف اي بتساوي الكي؟ هل 500 بتساوي 600؟ لا، هيقوم داخل تحت. هيبدأ دلوقتي بقى يحرك تاني، بس انا دلوقتي مش عايزه يحرك، خلاص انا كده خلصت الاري، معنى ان الاي والبي وصلوا لبعض خلاص يبقى ما تقسمش تاني، يعني هما الاثنين بقيت انت دلوقتي بتتكلم في اري سايز بتاعها 1، خلاص مفيش تقسيم اكتر من كده. يبقى خلاص انا لو وصلت للمرحله دهيت ان الاي والبي بيساوي بعض، يبقى معنى كده ان هو نوت فاوند، خلاص خلص. يبقى انا محتاج اعدل قبل ما اكمل هنا اهوت، قبل ما اخش هنا اهوت انا محتاج اعمل كونديشن صغير. اجي هنا واتشيك هل الايه هي المفروض يكمل امتى؟ المفروض يكمل طول ما الايه اصغر من البي، المفروض يكمل طول ما الايه اصغر من البي. يبقى لو الايه اصغر من البي، لو يس كمل. طب لو نو الايه مش اصغر من البي، ساعتها يبقى نوت فاوند، وتهند اتند البرنامج. عملنا ايه بعد ما قارنا الاكس اوف اي مع الكي؟ انا المفروض اكمل في حاله واحده بس، طول ما الاي والبي ما وصلوش لبعض، طول ما الاي اصغر من البي. لو الاي اصغر من البي كمل. طب نو، لو الاي مش اصغر من البي، يبقى ساعتها انت كده وصلت للسايز اللي هو 1، وساعتها تقول نوت فاوند وتاكزت. طيب ده كده كان الباينري
سيرش. تاني الباينري سيرش بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يقسم الاري لتو ليستس. بيجرب الاول، بيضرب كده اي اليمنت في النص، يشوفوا هل هو بيساوي الاليمنت بتاعي ولا لا. لو بيساويه يبقى خلاص انا لقيته الحمد لله. طب مش بيساوي، مش محتاج اسيرش في الاري كلها، لا انا هقول هرمي نص الاري، يا اما هسيرش في النص اللي فوق يا اما هسيرش في النص اللي تحت. بناء على ايه؟ بناء ان انا عارف ان الاري سورتد. بما ان الاري سورتد، لو انا بدور على الكي مثلا 600 وانا دلوقتي واقف على 102، يبقى اكيد دي 600 موجوده في النص اللي تحت، يبقى ارمي النص اللي فوق ده كله. او لو انا بدور على رقم اصغر من 100 زي مثلا ال 40، يبقى هرمي النص اللي تحت وابص بس على النص اللي ايه اللي فوق، وامسك النص اللي تحت او اللي فوق اعمل عليه برضو باينري سيرش، وافضل اقسم لحد ما في الاخر يا اما اوصل للاليمنت يا اما في الاخر هقول له نوت فاوند. لو امتى اعرف ان هو نوت فاوند؟ لو الايه وصل للبي. طيب النقطة اللي جاية اللي عايزين نشوفها، عايزين نشوف بقى البرفورمانس بتاع الالجوريزم ده، هل هيفرق ولا لا؟ وهل هيفرق عن السيكونشال سيرش ولا لا؟ احنا اتفقنا ان السيكونشال سيرش كان اوردر اوف ان. طب يا ترى الباينري سيرش الاوردر بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نشوف. احنا دلوقتي هنا لما مثلا كنا بنحاول ندور على 102 جبناها بعد مقارنة واحدة بس. لما كنا بندور على ال 612 جبناها بعد مقارنتين. لو بندور على 610 هنجيبها بعد 3 مقارنات. فالورست كيس كانت في حالتنا هي ان انا افضل، انا كل مره بعمل ايه؟ بقسم، بشيل نص الاري، بشيل نص الاري، بشيل نص الاري. فانا الورست كيس ان انا بعمل عدد مقارنات قد ايه حسب. والله لو انا عندي اري، نفترض مثلا ان الليست بتاعتي كان مثلا السايز بتاعها 2، فانت هنا محتاج تعمل كام مقارنه؟ تعمل مقارنه واحده بس، عمليه واحده بس. انت هتقسمها النص ده النص ده وخلصت. يبقى لو هي 2 هتجيبها، لو السايز بتاعك ان ب2 هتجيبها بعد مره واحده. طب لو كانت الاري ب4، السايز بتاعها 4، كنت هتعمل ايه؟ كنت في مره هترمي النص اللي فوق او النص اللي تحت، ومره تانية هتجيب تعرف من هوت هي هنا ولا هنا في الاثنين التانيين. يعني لو كان السايز بتاعها 4 من اول مره هترمي النص اللي مثلا اللي فوق ده، وهيبقى عندك النص اللي تحت، ومره تانية هتعرف هي هنا ولا هنا. يبقى لما كان السايز ب4 هتعمل عمليتين. طب لو كانت 8، بعد اول عمليه هترمي اول 4. بعد اول عمليه مقارنه هترمي اول 4، وبعد تاني عمليه مقارنه هتعمل ايه؟ هترمي 2 من، انت هيبقى عندك ال4 التانيين دول بقى، هترمي 2 منهم، تفضل لك 2 بس، يا ال2 دول يا ال2 دول. افترض مثلا انت رميت ال2 دول، يتفضل لك ال2 دول. بعد تالت مره هتعرف هو في دي ولا في دي. يبقى لما كان السايز 8 هنعمل 3 عمليات مقارنه. طب لما السايز يبقى 16 هتلاقيك بتعمل 4. لما السايز 32 هتلاقيك بتعمل 5. لما السايز 64 هتلاقي نفسك بتعمل 6 عمليات مقارنه بس. يعني تخيل انت لما بتتكلم في اري السايز بتاعها 64، السيكونشال كان هيلف في الورست كيس هيمشي على 64 كلهم. لا انت في الباينري سيرش هنا هتلف كام مره؟ هتلف 6 مرات بس. لما تعمل 128 هتلاقيك بتعمل، لما يبقى السايز 128 بتاع الاري هتلاقيك بتعمل 7 بس. لما 256 هتلاقي نفسك بتعمل 8 مقارنات بس، وهكذا لحد مثلا ما توصل. تعالوا نكمل كده 512 هتلاقي نفسك بتعمل 9 مقارنات. لو الاري بتاعتك السايز بتاعها 1024 لحد 1024 هتلاقي نفسك بتعمل 10 مقارنات بس. يبقى انت لو بتسيرش في اري السايز بتاعها 1000 مش هتعمل عدد مقارنات او مش هتعمل عمليات، مش هتلف كذا مره في اللوب بتاعتنا غير 10 لفات بس. لكن لو كنت في السيكونشال سيرش كنت هتلف كام؟ كنت هتلف ال 1024. فواضح طبعا ان الاوردر بتاع الباينري سيرش مش اوردر اوف ان، امال ده اوردر اوف ايه؟ طيب حته ماثيماتكس كده، رياضه. تعالوا نفتكر كده لما يبقى 2، يعني دي كان في ايكويشن كده كانت بتجيب لنا 2 يبقى 1 4 2 8 3 16 4. دي كانت ايه؟ هتلاقي ان الاتنين دي هي عباره عن 2 اس 1، والاربعه 2 اس 2، والتمانية 2 اس 3، و16 2 اس 4،
وال124 ال1024 هي 2 أس 10. طيب لو انا عارف بقى الN، يبقى دي يبقى عشان اجيب الرقم اللي قدامه ده اللي هو ال10 اجيبه ازاي؟ لوج N للأساس 2. فلوج 1024 للأساس 2 يديلك كام؟ يديك 10. لوج 512 للأساس 2 يديلك 9، وهكذا. فالاوردر بتاع الباينري سيرش هو اوردر اوف لوج N للأساس 2. طيب هل ده يفرق؟ هل اوردر اوف N يفرق كتير عن اوردر اوف لوج N؟ تعالوا نشوف. احنا اتفقنا ان الالجوريزمز اللي احنا بنشوفها دي كلها على N كبير، ولقينا ان ال N لما كانت ال N ب1000، فاللوج N بتاعها للأساس 2 اداك كام؟ ادانا 10. طب هل تتخيل ان هي لما تبقى مليون ان اللوج N للأساس 2 بتاعها هيبقى 20؟ يعني لو عندك array السايز بتاعها مليون، فالسيكوينشال سيرش الاوردر بتاعها اوردر اوف N. ليه؟ لانه هيلف على الاري كلها، هيلف مليون لفه. لكن الباينري سيرش هيلف 20 لفه بس. فاللوج قيمته بتبان فعلا فين؟ بتبان في الارقام الكبيره. تبان كل ما ما الارقام معاك بتاعتك تزيد، كل ما تلاقي ان قيمه الباينري سيرش بتبان فعلا. طيب ده كان الباينري سيرش. شفنا ان هو بيقسم الاري بالنص. اول ما بيحط الاندكس بتاعه في النص يشوف هل الكي بيساوي الفاليو اللي في النص ولا لا. لو كانت بتساوي خلاص يبقى هو فاوند، مش بتساوي يبدا يشوف انا يا في النص اللي فوق يا في النص اللي تحت، حرمي يا النص اللي فوق يا حرمي النص اللي تحت. بيرمي نص الاري ويمسك بقيه الاري النص التاني، يعمل عليها برضو باينري سيرش تاني، يجيب في النص الكي ويقارن بالكي، يجيب في النص الاندكس دوت ويقارنه بالكي ويشوف هل الفاليو بتساوي ولا لا. لو مش بتساوي يبقى هيرمي برضو نص الاري اللي فاضله معاه. فهو كل مره بيرمي النص بيرمي النص بيرمي النص. ولقينا ان الاوردر بتاع الباينري سيرش هو اوردر اوف لوج N للاساس 2. وده فعلا يفرق كتير جدا في الارقام الكبيره. فلوج N دي اصغر بكتير جدا من N في حاله الارقام الكبيره. لما لقينا مثلا ان المليون اللوج N بتاعها ب20، ال1000 كان 10، يعني لو عندك array size بتاعها 1000، السيكونشال سيرش هيلف فيها 1000 مره، لكن الباينري سيرش هيلف 10 مرات بس. بالرغم ان الباينري سيرش لما شفنا الفلوت شارت بتاعها، فعدد الاوبريشنز اللي بتعملها في كل لفه كتير اكتر من عدد الاوبريشنز اللي السيكونشال سيرش كان بيعملها. يعني السيكونشال سيرش كان بيعمل 3 أو 4 اوبريشنز في كل لفه، لكن باينري سيرش لما شفنا الفلوت شارت بتاعه كان بيعمل في اللفه الواحده كتير، حوالي 7 أو 8 اوبريشنز. بس 7 في 20 بكام؟ ب 140 اوبريشن، لا تقارن ب3 في 1000 3000. فستيل برضو عشان كده احنا اتكلمنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت وقلنا ان اوردر اوف N زي اوردر اوف 3N زي اوردر اوف 5N، مش هتفرق كتير. فالباينري سيرش الاوردر بتاعه اوردر اوف لوج N الاساس 2. بيبان قوي في الارقام الكبيره. لو عندك array سايز بتاعها مليون، فهو هيفضل يقسمها. بعد اول مره هيبقى عنده نص مليون، تاني مره هيبقى عنده ربع مليون، تالت مره هيبقى عنده 125,000، وهكذا يفضل يقل لحد ما بعد 20 مره هيقدر يبقى عنده 2 elements بس، ويقدر يقول لك الاليمنت موجود فعلا ولا مش موجود. طبعا شفنا ان احنا زودنا البروبلم ستيتمنت بتاعتنا مجرد بس ان انا قلت ان انا هسيرش في سورتد ليست. ازاي؟ ان انا لقيت في طريقه حسنت الالجوريزم بطريقه رهيبه جدا، مجرد عشان هو كان سورتد، علشان اديت لك جيفن زياده ان هو سورتد. لقينا في الجوريزم تاني بينزلني من مليون ل 20. عشان كده دي اهميه السورتنج. وعشان كده هنتكلم في كام حلقه جايه عن السورتنج، ان انا مهم جدا ان انا سورت ليست، مهم جدا ان انا تبقى الليست بتاعتي سورتد، لان السيرش فيها هيبقى سهل جدا وهيوفر كتير جدا. عشان كده هنعمل كذا حلقه بعد كده ازاي اقدر اسورت ليست، وهناخد طرق كتيره برضو للسورتنج. وعلشان كده السورتنج مهم. بس الحقيقه لما هنيجي نتكلم ساعتها اخر حاجه عايزين نشوفها سوا،
لو افترضنا ان انا عندي مثلا array size بتاعها n ممكن تبقى ب10 او 100 او 1000. عايزين نشوف وجه مقارنة ما بين algorithms، كذا algorithm كل واحد فيهم الاوردر بتاعه مختلف. واحد مثلا كان بيخلص في order of n، تاني بيخلص في log n، تالت بيخلص n log n، n سكوير، او 2 اس n. لو بصينا مثلا الفرق ما بين الالجوريزم بيخلص اوردر اوف ان والتاني لوج ان، هتلاقي ان مثلا ان ده لو هي الاري سايز بتاعها مليون مثلا اهي، هتخلص في مليون، في مليون لفه. لكن الاوردر اوف لوج ان هتخلص في كام؟ في 19 93، يعني حوالي 20 لفه بس. طبعا شايف الفرق. طب لو كانت 10 مليون، بص احنا زودنا من مليون ل 10 مليون، هتلاقي اللوج ان زادت كام؟ 4 بس او 3، من 19 9 ل 23، زادت ولا حاجه خالص يعني. لو بصينا على ان لوج ان هتلاقي لا، الارقام هنا كبيره. بص يعني هنا هتلاقيك بتتكلم مثلا في 19 مليون، اللي كانت مليون بقت هنا حوالي 19 مليون، لان هي مضروبه في ايه؟ في ان، فالضرب في ان ده كبير. طب ايه اللي يخلي الجوريزم مثلا يكون اوردر اوف ان لوج ان؟ مثلا ان يكون هو بيلف ان مره، وفي كل مره بيعمل حاجه تانية في لوج ان. يعني مثلا تكون عندك array مثلا 2 dimension، array 2 dimension ان في ان، وهو بيسيرش فيها، بيسيرش بالطول sequential search وبالعرض باينري سيرش مثلا يعني. فبالطول sequential search دي هيلف في order of n، وكل واحدة من اللي بالطول ده هيسيرش فيها باينري سيرش في العرض في الرو، فتبقى n في log n. فطبعا هتلاحظ هنا الفرق ما بين الالجوريزم ده والالجوريزم ده. ده بيخلص في 19، ده بيخلص في 19 مليون. طيب لو بصينا على الالجوريزم n في n، واحنا اتكلمنا قبل كده على مثلا امثله على حاجه ان في ان، مثلا اي اتنين فور لوبس جوه بعضيهم يبقى ان في ان على طول. يعني اي اتنين فور لوبس مثلا بيلفوا كل واحد فيهم بيلف ان مره، يبقى ده كده ان في ان. هتلاقيك وصلت، شوف يعني وصلت خلاص عديت بقى. يعني لما كنت 10 مليون، او لما كنت مليون 10 اس 6 بقيت هنا 10 اس 12. طبعا الرقم بيزيد. لما بقيت هنا 10 مليون 10 اس 7 بقيت 10 اس 14 وهكذا. فطبعا لو انت بتقارن الالجوريزم ان سكوير واحد تاني ان او لوج ان، او مثلا قارن ان سكوير بلوج ان 23 بتقارنها ب 10 اس 14، طبعا فرق مهول يعني. طبعا بقى لو في الجوريزم اي حاجه اس الان بتاعك، يعني حاجه اس ان، طبعا دي كده مأساة بقى. دي هتلاقيك انت بقيت ايه، نوت نمبر اصلا، يعني حاجه انفينيتي كده، وصلت لما لا نهايه يعني. انت اصلا لما كنت 10 كنت بتخلص في 1024، لما كنت 100 كنت بتخلص، شوف في كام، في 10 اس 30. فلما تخش بقى في الارقام الكبيره استحاله يعني. فعشان كده الالجوريزمات اي حاجه فيها الالجوريزمات ال 2 اس ان ديت، او اي حاجه اس ان، طبعا بتبقى ايه، انت كده رحت في سكه تانية خالص يعني. إيه الهدف من السيشن بتاعت النهارده؟ ان احنا كنا نتعرف على الباينري سيرش، نشوف طريقه تانية، نشوف ان احنا لما زودنا معلومه صغيره ان الاري بتاعتي سورتد، لقيت ان في الجوريزم ممكن يعني يبقى فرق كبير جدا بينه وبين السيكوينشال. وتعرفنا على الكومبلكسيتي اكتر، وعرفنا ان الاوردر بتاع الباينري سيرش هو اوردر اوف لوج ان، وشفنا الفروق ما بين ال different orders او different complexities مع بعضها.